برحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. ضيفنا بهالساعة فنان ببداية طريقه الفنية، بيتميز بأداء الأغنية العربية الشعبية بنت المدرسة. هي الأغنية الأولى اللي شكلت انطلاقته بمجال الغناء والكتابة والتلحين. حاليا يقوم بالتحضير لإنتاج أعمال فنية خاصة وإطلاق أغنيات جديدة. برحب بالفنان علاء الجوهري، أهلا وسهلا فيك علاء. وبرحب أيضا بعازف الأورج داني خداج، أهلا وسهلا فيك معنا داني. علاء، يعني مثل ما سبق وقلت انت بعدك يعني باول انطلاقتك الفنيه، قد ايه صعب بالنسبه لشاب أكيد مثلك؟ هو صعب، بس اذا واحد عنده علاقات وعنده ناس بيعرفها وعنده الحمد لله وايمانه بربه بيوصلوا لكل شيء. طيب علاء، انت عم تكتب الاغنيه الشعبيه هيك القريبه من الناس، عم تختار عن قصد يعني هاللون هيدا؟ هي بتطلع معي كفكره، بصير جسدها وبتطلع معي غنيه يعني. طيب، ويعني داني اول شيء بدي اقول انه داني بتعزف على الاورج، انت عمرك 16 سنه، يعني بعدك قد ايه صار لك مبلش بالعزف على الاورج؟ شي سنه. طيب وشو رايك باللون اللي بيأدي علاء؟ لا، كثير اغاني حلوه بيعملها من كلمات وتلحين، يعني كثير ناجحه الاغاني. طيب كلمات وتلحين ويعني صعبه المهمه كلها علاء بالنسبه لك؟ بس هي سبحان الله موهبه بتيجي مع الانسان وبتنمى معه. طيب بنت المدرسه هي اول اغنيه لإلك، كيف استوحيتها هالاغنيه؟ في تجربه خاصه يعني، كان في بنت بمدرسه بتعجبك؟ مزبوط، صار في اعجاب وكتبنا الغنيه على انت كتبت الغنيه ولحنتها طيب فينا نسمع المشاهدين الأغنية؟ اوكي. قلبي يقولوا المدارس للعلم، وانا قلبي اللي علمته العشق والغرام القلب سكنته. شو عملت فيي شو عملت بنت المدرسة، يا عيني شاعي يا عين يا عين دراسة. شو عملت فيي شو عملت بنت المدرسة، يا عين شاعي يا عين يا عين دراسة. يا عين كيف بدك تدرسي، يا عين كيف بدك تدرسي، وانتي عشقاني بنت المدرسة. طيب رح تصور فيديو كليب لهالأغنية؟ أكيد. في فكرة معينة عند يعني؟ أكيد أنا بكتب ستوري بورد بما إنه أنا مخرج أنت كمان مخرج يعني، رح أسألك دارس إخراج. أكيد. طيب شو الفكرة اللي حاطتها ببالك؟ الفكرة هي بتكون رجل متخفي بالدولة وابنه عنده متخبي بطاولة المدرسة؟ لا، بالدولة وعنده ابنه عنده مؤسس عصابة بالمدرسة وبتعجبه هالبنت، بحط عينه عليها وخلص بده اياها، يعني بده اياها. حلو. شو ما يصير يعني. طب وامتى رح تبلش بالفيديو كليب؟ ان شاء الله اخر الشهر اللي جاي بيكون الفيديو كليب معمول. طيب يعني انت عم متكل على حالك بكل شيء علاء، يعني بانتاج عم تتحمل كل شيء لحالك. تكاليف الانتاج كيف عم تقدر تتحملها؟ تكاليف الانتاج يعني في عندي اصحاب وفي عندي ناس، يعني بتصير عمليه كيف سبونسرنج خدمات، مع انه انا بشتغل ماركتينج واكثر يعني شباب. داني رح يكون معك؟ داني اول شخص معنا على طول معنا داني. شو بتعطيه دور بالفيديو كليب؟ بعطيه دور خصمه. طيب في كمان عم تقوم يعني عم تحضر هلا كذا عمل علاء. شو عندك؟ في هالسمرة الدلوعة وفي شيء ثاني كمان عم تحضره؟ اكيد في غنيتين كلاسيك، في كلمة حزن وفي وحياتك، وفي غنية المذيعة كمان. غنية المذيعة؟ في غنية للمذيعات فينا؟ ليه للمذيعات تحديدا؟ لانه المذيعات حسيت مأكول حقهم وطلعت كفكره يعني. ليه مأكول حقهم المذيعات؟ انه بحس انه المذيعات ما عم بيعطون حقهم مزبوط، ما حدا عمل الغنيه بقى، حبيت انا اعمل بحبش على الفكره، يعني الغنيه بتبقى قفشه وبيطلع يعني مثل هالاغاني اللي عم تطلع محمد اسكندر والاغاني اللي يعني عم نحاول نعمل شيء جديد. طيب فينا نسمعها؟ ما في مشكله. يلا.
هالمذيعة ويلي شو فظيعة، شو هالمذيعة ويلي شو فظيعة، من بين كل المذيعات دلت كل الإذاعات، خلت قلبي دقاته نار دقاته سريعة. شو هالمذيعة ويلي شو فظيعة، من بين كل المذيعات دلت كل الإذاعات، خلت قلبي دقاته نار دقاته سريعة. دلت النشرة الجوية وقلبي مع عيونها قضية، دلت النشرة الجوية قلبي مع عيونها قضية، خلت قلبي دقاته نار دقاته سريعة. شو رايك بهالاغنيه داني؟ رائع. حبيبي يا داني. شو حبيت فيها داني للاغنيه؟ كلماتها، الحانها؟ هو حب فيها انه انت موجود يعني. انه كمان انت موجود عم بيوصفك يعني شو المذيعة. يعني ايه. الله يحميك يعني. ميرسي كثير. طيب الشباب كانوا حابين يسمعوا اي اغنيه؟ فارس كرم. يلا شو بتسمعونا؟ ما عندي مشكله. ريتني تنباك معسل، تحرقيني بأرجيلي، ومهما عنك اتوسل عني الجمرة لا تشيلي. ريتني تنباك معسل، لك تحرقيني بأرجيلي، ومهما عنك اتوسل عني الجمرة لا تشيلي. من قالك من الحرق بخاف، تصلي النفس لا يوقف، والدخنة توصل عالشفاف، شفافك يا تسلمي ليه. طب علاء، انت بتفضل انه تكمل مشوارك الفني لحالك ويكون عندك انتاجك الخاص، او انه يكون في عندك شركة انتاج تدعمك؟ بس اكيد الواحد بحب يكون في عنده ناس وراه يدعموه شو اسمه، لان المشوار الفني كتير صعب. اكيد. ايه هيك يعني بيسهل عليه امور كثيره. طبعا بتجرب، بس كمان في فنانين عم بتفوت بتجرب تفتش على حدا يدعمك؟ صراحه اجاني عروض، اجاني عروض من محمود السمان بمصر، بس صار المشاكل الثوره المصريه وما عدنا رحنا لهونيك يعني. طيب بالنسبه للاخراج، انت درست كمان الاخراج. اخراج هيدا الفيديو كليب بده يكون يعني مزبوط. انت رح تقوم باخراج هيدا الفيديو كليب، عم تفكر كمان انه بالاضافه للفن يعني يكون هالمجال له يعني وقت اكثر بحياتك؟ اكيد انا بنسق بيناتهم. بتلحق؟ بنسق بيناتهم. شو بدنا نعمل، ربنا معنا على كل شيء، بس يكون واحد ربه معه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طيب شو مشاريعك؟ شو مشاريعك الجديده يعني هلا؟ مشاريع جديده، في فيلم احضره، في فيلم سينما. فيلم طويل بروديوست بعمار بوجليل بالجزائر، وفيلم كمان عن البنت المدرسيه. القصه قررنا نكتبها فيلم، وفي اسم مرشح بالوزاره الجزائريه لفيلمين روك غير هذا الشيء. اتمنى لك توفيق. انا بدي اتشكر جدا مشاركتكم معنا. اكيد. علاء الجوهري، اهلا وسهلا فيك، وداني خداج، ان شاء الله كمان بتمنى لك توفيق داني. نحن مشاهدينا طبعا ختام حلقه هذا اليوم.